السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم شهيوات منى الشرقاوي. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله جيتكم بوصفة اللي رائعة جدا ودائما في إطار تحضيرات العيد. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والسلامة. غادي نشارك معكم حلوة ديال التمر أو معمول التمر التقليدية بعجينة هشيشة ورطبة كتذوب في الفم. غادي نشاركها معكم بأدق التفاصيل. مكونات الاقتصادية جدا وكتحصلوا على كمية وفيرة، كتحصلوا على أكثر من 100 حبة، كتجي رائعة، كتجي معلكة وهشيشة. أكيد إلا جربتوها غتعجبكم بزاف، فخليكم معايا تشوفوا تفاصيل هاد الوصفة وفرجة ممتعة. فبالنسبة هنايا المكونات مع الطريقة مباشرة، عندي هنايا القصعة اللي درت فيها 250 غرام ديال الزبدة. أنا استعملت مارغرين، ممكن تستعملوا ديال العلب اللي ضروري تكون بدرجة حرارة المطبخ. كنضيف واحد الرشة من الملح مع نصف كاس ديال العنبة ديال السكر كلاصي. ضروري ديروا سكر كلاصي حيت هو اللي كيعطيها واحد القوام اللي رطب وكتجي هشيشة. فهنا كيف كتلاحظوا معايا كنحاول انني نخلط هاد الزبده مع السكر مزيان غير بيدي على هاد الشكل. بالنسبه ليا الزبده ما جبدتهاش من قبل من الثلاجه، فصراحه عذبتني واحد شويه. احسن حاجه جبدوها قبل باش دغيا تخلط ليكم وتجمع ليكم مع باقي المكونات. هنا كيف كتلاحظوا كنحاول انني نساعدها بكاس ديال العنبه ديال الزيت النباتيه اللي ضفت ليها دابا، وغادي نبدا كنخلط هكا غير بيديا بالطريقه التقليديه العاديه حتى كنتحصل على هذا الخليط اللي كيكون كريمي على هذا الشكل هكا. فحاولوا ما امكن انكم تخلطوا مزيان. فكنضيف في هذا الاثناء نصف كاس ديال العنبه ديال الماء الزار ونحاول نخلط ونحرك مزيان حتى كيدخل هذا الماء في الزبده. فبالنسبه هنايا اخواتي المكونات بالجرام غنخليوهم لكم في صندوق الوصف. فبالنسبه لهاد المقادير اللي عطيتكم مضبوطه 100%، فغير تبعوا اكيد غتحصلوا على نتيجه اللي خطيره بزاف. فهنا كيف كتلاحظوا بعد ما نسجم ليا ماء الزهر مع باقي المكونات فكنضيفوا كميه من الدقيق الابيض اللي سبق ليا غربلته مع راس معلقه صغيره خميره الحلويات او ما يعادل 4 غرام او نصف كيس فقط اللي غتاخذ لينا هاد الكميه. فبالنسبه للخميره كتهشش لينا هاد الحلوه، وكذلك كتجي لنا واحد شويه كتضاعف في الحجم ماشي بزاف، يعني كتعطي واحد القوام زوين لهاد الحلوه. فهنا كيف لاحظتوا معايا كنضيف الدقيق تدريجيا شويه بشويه وضروري تغربلوه من قبل. بالنسبه لهاد الكميه ديال السوائل فخدات ليا 760 غرام تقريبا، 800 غرام اللي خدات ليا ما يعادل 8 ديال الكؤوس ديال العنبه. ضروري هنايا بالنسبه لهاد العجينه تحصلوا عليها رطبه بحال القوام ديال العجينه ديال ريشبوند تماما. كيف كتلاحظوا عجينه طريه ورطبه على هاد الشكل هكا. فمباشره هنا بعد ما جمعتها غادي نغطيها بواحد السلوفان ونخليها جانبا. فغادي ندوز نوجد الحشوه اللي كنحتاجوا ليها. هنا 400 غرام ديال العجينه ديال التمر، انا كناخذ هذه اللي كتكون من نوعيه جيده، ممكن توجدوها في الدار الا كان عندكم الوقت. كنضيفوا ليها 150 غرام ديال اللوز اللي حمرته في الفران بقشورو وهرمشتو او ما يعادل كاس ونص. غادي نضيفوا هنا ملعقه كبيره ديال القرفه بودر، الا ما كنتوش كتبغيوها ممكن تستغناو عليها وتعوضوا هكا واحد قبيصه ديال القرنفل الا كان متواجد عندكم مطحون. كنضيفوا هنايا رشه من الملح، 2 معالق كبار ديال ماء الزار، وملعقه كبيره ديال الزبده فقط. هادو هما المكونات اللي كنحتاجو. فهنايا كنبدا كنجمع هاد العجينه في الاول كتكون قاصحه شويه فاش كنبداو نعجنوها، من بعد راه كترخف لينا بكل سهوله خصوصا انه فيها الزبده وماء الزهر. فبالنسبه هنايا اللوز ممكن تعوضوه بالزنجلان اللي كيعطي كذلك حتى هو واحد المذاق اللي هو زوين بزاف. كتاخذوا هكا واحد نص كاس ديال الزنجلان كتحمروه وكتضيفوه لهاد العجينه. من بعد كتبداو هنايا كتجمعوا العجين بشكل عادي حتى كتحصلوا عليها رطبه وكتحصلوا على قوام اللي كيكون بهذا الشكل. فهنا مباشره بعد ما شكلتها كنبدا هكا كنشكل منها كذلك كرات اللي كيكونوا صغارين بهذا الحجم هذا، فيهم 7 غرام. انا في الاول عبرت هكا وحده في الميزان، من بعد كملت هكا غير بعيني ميزانيه. فبالنسبه ليا انا عندي هنايا الطابع اللي غنستعمل كياخذ ليا 15 غرام ديال العجينه
و7 غرام ديال العجينه كذلك ديال التمر او الحشوه ديال التمر. وكيبقى دائما على حسب الطبع اللي غادي تستعملوه. انا هنا كنبدا كنشكل هكا كرات من العجينه بعد ما ساليت هادو ديال التمر كلهم وجدتهم. كناخذوا هكا كرات اللي كيكون فيهم 15 غرام، كنبسطوهم شويه وكنعمرهم بالحشوه ديال التمر في الوسط. من بعد كندوزهم في الدقيق وكندخلوهم هكا لهاد الطابع. كنحاولوا نضغطوا عليهم مزيان. انا استعملت هاد الطابع التقليدي كيف كتلاحظوا معايا، كيعطي واحد الشكل اللي هو زوين بزاف. الا ما كانش متوفر عندكم ممكن تستغناو عليه، توجدوهم بشكل عادي، كديروا نفس المراحل. من بعد كتاخذوا الكره كتبسطوها غير واحد شويه بحال الا كتوجدوا غريبه بشكل عادي. كيف لاحظتوا معايا الشكل كيكون غزال بزاف. العجينه ديال التمر ما كتخرجش لينا من العجين، يعني ما كتشقق ما حتى حاجه. ممكن ديروا هاد الطريقه هذه، كتبداو تشكلوا كيف كتلاحظوا معايا من العجين كرات وكتعمروا في نفس الوقت وكتضغطوا على هاد الشكل هكا في هاد الطابع. او لا ديروا هاد الطريقه الثانيه اللي انا كنشكل فيها هنايا كرات اللي كيكون الوزن ديالهم 15 غرام. كنوضعهم هكا جانبا في اللاطه حتى كنسالي هاد الكميه ديال العجين كلها. عاد من بعد كنبدا كنعمرهم هكا بالحشوه ديال التمر. فبالنسبه لهاد الطريقه عمليه اكثر وكتوجدوها بسرعه. انا هنايا كنبدا هكا كنشكل الكرات كيف كتلاحظوا على هاد الشكل. من بعد كنعمر بالحشوه ديال التمر وكنسد عليها بهذا الشكل وكنبدا نكورها بهذه الطريقه هذه ونوضعها هكا في الدقيق. كنستمروا بنفس الكيفيه حتى نساليو هذه الكميه اللي عندنا كلها. فبالنسبه هنايا المبدا ديال هاد الحلوه، العجينه دائما كيكون يعني الوزن ديالها مدوبل على العجينه ديال التمر. هنايا العجينه ديال التمر درت فيها 7 غرام، العجينه هذه العاديه 15 غرام، يعني كتجي هي هذيك وكتجي بشكل اللي هو زوين. فهنايا كيف كتلاحظوا كنحاولوا نضغطوا مزيان هكا في الطابع، وضروري تدوزوا في الدقيق باش هكا العجينه تحيد لكم بكل سهوله، يعني ما تلصقش ليكم. هنا بعد ما ساليت هكا وضعتهم في اللاطه اللي مفرشه بورق الطبخ، ندخلوهم للفران اللي كيكون بارد ضروري على 160 درجه. كنشعلوه من التحت ومن الفوق، كنخليوها حتى تحمر لينا انفو هكا من الجوانب فقط، وكتاخذ غير واحد اللون ذهبي من الفوق على هذا الشكل هكا. فبالنسبه للاضاءه ما مساعدهاش باش تبان لكم يعني اللون ديالها نيشان. فكنحيدوها مباشره، ما نخليوهاش تحمر باش تجينا الشكل اللي هو زوين، ما تجيناش هكا محمره فاش نديروا ليها سكر كلاصي. فبالنسبه هنايا لهاد الحلوه ضروري تخليوها حتى تبرد تماما، عاد هكا تفندوها في سكر كلاصي كيف كتلاحظوا باش تعطيوها واحد الشكل اللي كيكون زوين على هاد الشكل هكا. فإلا درتوها وهي سخونه فغيبرد عليها سكر كلاصي وكتجي هكا تلصق، ما كتجيش زوينه لا في الشكل ولا في المنظر ديالها. كيف لاحظتوا معايا انا هنايا بعد ما ساليتها خليتها حتى الغد ليه، عاد بديت هكا كندوزها هكا في سكر كلاصي سبيسيال. كنحاول انني كيف كتلاحظوا معايا كندوز هكا الحبه في السكر وكنحاول نحيد ليها الفائض تماما باش نخليو هاد يعني هاد الطبعه تبان لينا بهذا الشكل هكا. كتجي غزاله في الشكل ديالها، يعني كتكون عاطيه هكا العين، احسن من انكم تدوزوها في سكر كلاصي بشكل عادي وتحيدوها. هاد الطريقه الا بغيتو تدوزوها بشكل عادي، الا كنتو غتوجدوها بدون طابع، فهنايا كنستمروا حتى كنساليو الكميه اللي عندنا كلها بنفس الطريقه. من بعد كنقدموها كيف كتلاحظوا معايا الشكل ديالها عن قرب، كتجي رائعه جدا وكتجي هكا هشيشه ومعلكه ولذيذه بزاف. كنتمنى انكم فعلا تجربوها حيت حلوه اللي كتستحق التجربه. انا هنا غنقطع معكم وحده كذلك هكا بواحد السكين باش تشوفوا القوام ديالها عن قرب. كتجي على هذا الشكل هكا، العجينه ديال التمر كتجي لداخل ديالها بهذا الشكل، ما كتجيش هكا مفرقعه او مشقه، كتجي بواحد الشكل اللي هو زوين. واخا درنا فيها الخميره ديال الحلوه، كاينين بعض الاخوات اللي ما كيديروش خميره الحلويات حتى هي كتنجح، لكن بالنسبه ليا هذه معتمده وكتجي رائعه جدا. كتجي بواحد القوام اللي غزال، هشيشه خفيفه، والاهم من ذلك انها لذيذه. فكنتمنى انكم فعلا تجربوا هكا
العيد إن شاء الله. فكتجي روعة في المذاق وحتى في الشكل ديالها، حلوة الاقتصادية زمانية تقليدية لذيذة بزاف. فكنتمنى الوصفة ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم اكيد، وتجربوها وتشاركوها مع الاهل والاصدقاء، وكذلك ما تبخلوش عليا باللايكات، واللي مازال ما اشتركش في القناة فيشترك باش دائما يتوصل بجديد الوصفات. شكرا لكم بزاف على حسن المتابعة والتشجيع. الى اللقاء في وصفة جديدة وفيديو قادم باذن الله. في امان الله، مع السلامة.